السلام عليكم مشاهدي المشاهدات المتتبعين ديالي الاوفياء. نبدا ان شاء الله معكم على بركه الله. الطريقه ديال الرفيسه روميه زوينه. عندي واحد معلقه كبيره ديال البزار، معلقه كبيره ديال الخرقوم الملحه، عندي الثومه، عندي خرقوم عندي الخرقوم، معلقه الخرقوم كبيره بقيت وحده في الخرقوم. طريقه د الرفيسه زوينه غادي تجربوها غتعجبكم. عندي السمن، عندي الثومه، عندي ضامه ديال زعفران الحر. انا درت لكم على اساس وعود ديال القرفه، على اساس اللي ما عندوش الزعفران الحر غادي يدير هذه حتى هي راه كتجي زوينه. انا راه عندي كميه كثيره حيت عندي ضياف، عندي كميه كثيره تبارك الله ما شاء الله ديال الرفيسه. حديره شي 3 ديال النصبات. انا غنوريكم غير نصبه وحده، ما غاديش ندير لكم كل شيء. وعندي الزيت، خلطوا ما بين زيت العود وزيت الروميه راه زوينه. وغادي نضيف الدجاج ديالتي في هاد الشرموله هكذا، هاد المقادير كلهم. نتوما ديروا القياس اللي بغيتو. انا درت كاس ديال الزيت عامر مزيان، حيت كيف ما قلت لكم انا هاد النصبه هادي مقسماها على 3 ديال النصبات حيت عندي النصبه كثيره. وغادي نخلط هاك شي مزيان هكذا. خلطوا هاد العطريه هادي كتدخل في ما بعضياتها. عود القرفه ديروها، دير رفيسه غزاله على حسابي غديروها غادي تعجبكم. غادي ندير الدجاج ديالتي هكا نشرملو مزيان، ندخل فيه داك الشرموله مزيان هكذا باش يشرب. الا بغيتو ديروه بالليل راه احسن ما كاين. تبيتوها مرقده كتصبح غزاله، ما نعاودش لكم كتصبح فنه. انا الطنجره يلا كفات ليا الدجاج هذا، درتو هكذا مشرمل. كيف ما قلت لكم عندي داكشي كتير، ما بقديتش نبين لكم كل شيء لان عندي في الخدمه داكشي ما نقدرش نبين لكم كل شيء. قبلوا على التصوير والروينه راه ما حيت مع الوقت قبلوا عليا. صافي هكذا. وغادي نضيف زعفران شعره. ها هو انا كيف ما قلت لكم اللي ما عندوش زعفران شعره غادي يكتفي بهذيك الضامه حتى هي ديال الزعفران. وعندي البصله مشنفه هكذا، قيمت حتى ل 3 كيلو ديال البصله حتى ل 4 كيلو ديال البصله. انا هذه 4 كيلو ديال البصله اللي درت فيها. دابا غادي ندير النص، والنص غنخليه من بعد حتى كيطيب ليا الدجاج، حتى كتشحر ليا مزيان. عاد كنعاود نضيف الاخر باش كتبقى البصيله شنين فات. عندي واحد الكيلو ديال العدس، غادي نخوي عليه الماء طايب باش يطلق لي داك الكحوله وباش يحيد منه التراب. وغادي نخليه مرقد هكذا حتى يطلق ليا مزيان، باش هكذا داك العدس ما يجيناش كحل، وفي نفس الوقت ما يكحلش لينا حتى لاصوص ديالنا ما غاديش تولي كحله. صافي غادي نغطيه وغادي نخليه. عندي اللوز ديالتي اللي سلقته ونقيته وحمرته، عندي المشماش، عندي الكرموس اللي غادي نعسلهم حتى همايا، غادي نديرهم يتعسلوا باش نقدموهم ان شاء الله مع الرفيسه. الرفيسه ديالي من بعد ما شحرتها مزيان رويتها، ها هي قبالتكم. انا كيف ما قلت لكم عندي طنجرات كثارين، لكن استطعت نصور لكم غير هذه. غنخليها حتى غادي طيب مزيان. الدجاج طاب ليا، لكن ما ديروش العدس مع الدجاج يكون طيب نص طيبه. انا دايره الدجاج بلدي، الدجاج حتى طاب ليا مزيان عاد ضفت عليه العدس. كيف ما كتشوفوا هاد الطريقه ما نعاودش لكم كتجي غزاله. الريس ديال الثومه كنديرهم صاينين، ما غاديش تقطعوهم. انا درت في الاول شويه، لكن هذه غتخليوها صاينه. هذيك اللي درت في الاول باش كتطلق البنه في لاصوص وفي الدجاج، باش الدجاج يجي منسم ما يجيش مزفر. هو الدجاج بلدي تبارك الله كيجي زوين. وغادي نزيد نضيف عليه واحد القبطه زوينه هكا ديال القزبر. هذه الرفيسه ديالتي انا كنبخر وكنحط
كنحط قدامي ودايره زيف وكنصفيها باش كنغطيها باش ما تبردش ليا. ضفت زعفران شعره حتى هو هنا، ها هو انا كيف ما شرحت لكم في الاول. صافي لاصوص ديالنا واجده، غنخليها تشحر شي شويه. ضفت عليها دقيمه البصله اللي شنين فات في الاخر، خليتها باش البصله ما تجيناش دايبه. الاولى تشحرات مزيان حتى دابت، والثانيه ضفتها عليها غير ما وريتهاش لكم مع كثره الزربه والروينه عندي، ما وريتهاش لكم حتى الاخر. عاد كتضيفوا عليها البصله مشنفه رقيقه، ديروها رقيقه مزيان وكتضيفوها عليها باش تجي غير طايبه ودايبه، ماشي تذوب في خطره وحده. هو الربيع كما فسرت لكم، حتى هو قبطه ديال القزبر مزيانه، والمعدنوس كثروا القزبر على المعدنوس. علاش انا كنديرو في هكا؟ باش كيطلق ليا البنه ديالته وكيجيني لذيذ وطري، ماشي حتى كيطيب ويطلق الريش ديالو ويولي كحل والبنه كتمشي. وهذه هي لاصوص ديالنا كتجي غزاله. دابا غادي نبداو نستفو. انا ستفت الرفيسه هادو جوج الغطران عندي، عمرتهم كيف ما قلت لكم، راه كنبين لكم غير النص. وغادي نسقيو الرفيسه ديالنا، نضيفو الدجاج ونسقيو الرفيسه. الدجاج الا كان عندكم رومي ضروري ما تحمروه، فهاد الرفيسه هذه ضروري ما تحمروه. هذا الدجاج بلدي تبارك الله ما شاء الله ما يحتاجش تحمر، والا نتوما حمرتوه راه كيولي كارمه الجلده ديالو، ما كيبقى فيه ما يتكال. وغادي نسقي. قبلوا عليا على الروينه، حيت عندي روينه بزاف، غير قبلوا عليا داكشي عندي مجخمر فوق البوطاجي، حيت عندي داكشي واقفين ليا عليه. ونسقيوها بشويه علينا. جربوها وغادي تعجبكم ان شاء الله، وغتردوا عليا غتقولي لي حوريه هاد الاكله هذه عجبتنا تبارك الله ما شاء الله. وغادي نبداو نغطيو الدجاج ديالنا هكذا بالورقه اللي بقات لينا. نتوما ديما خليو داك هذه تقطعات ليا، ولكن معليش ماشي مشكل واخا تقطع، المهم حنا كنغطيو بها. وعاد غنعاودو عاوتاني نسقيوها من الفوق، وغادي نديكوريوها بالشكل اللي بغيتو نتوما. انا حيت زربانه عندي الضغط بزاف، زربانه داكشي علاش ما غنقدرش ندير لها الديكور اللي بغيت انا واللي غادي يعجبني انا، حيت عندي الضغط شويه. وغادي نستمروا هكذا كنغطيو كاملين، نغطيو الغطيرات ونقادوهم مزيان بهالطريقه هكذا. هو سخون صراحه، سخون شواني ديال بصح صراحه سخون عليا تبارك الله ما شاء الله. التريد راني فايته صيبته معاكم، ما بغيتش عاوتاني نعاود نحط نصايبو معاكم لان غادي يجيكم الفيديو طويل بزاف. وصافي وكنكملوا هكذا وكنسقيو الرفيسه ديالنا وكنديكوروها شويه السمان ديال البيض ديال السمانه عفوا واللوز. وهانتوما كلشي قبالتكم ان شاء الله، قبالتكم في الفيديو، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الطبق هذا. جربوه راه زوين، غادي يعجبكم ان شاء الله وبصحه والراحه. ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. عفوا.